هلا والله. اليوم بسوي معاكم كيكة الخلاط بطريقة جدا سهلة وبسيطة، ما راح تاخذ معكم وقت، راح تطلع معانا هشة بشكل خرافي. قطنا هنا كوب حليب، نص كوب من الزيت، فانيلا سائلة مع ربع أو نصف الغطاء من الخل، هنا فانيلا باودر، كاكاو باودر، سكر تقريبا كوب إلا ربع، وكوبين ونصف من الدقيق. أول شيء راح ناخذ حبتين من البيض، نسيت أذكرهم، راح نضيفهم هنا بالخلاط. أهم شيء قشر البيض لا يطيح معنا. شايفين هنا واحدة، وهذه الحبة الثانية. وراح أضيف السكر، هنا كوب إلا ربع. راح أضيف الفانيلا السائلة مع الخل. راح أضيف الفانيلا الباودر. هي هذه أول شيء اللي نخلطهم مع بعض. هنا نسيت أذكر لكم الدقيق، أضفت له ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، نخلتهم مع بعض، وربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. حاليا بخلطهم. حاليا بضيف باقي المكونات. راح أضيف الحليب السائل، هنا سخنته قبل. هنا نصف كوب من الزيت، بكمل خلط. حاليا بضيف الدقيق. هنا نقلتهم، شايفين كيف؟ بصحن كبير، ونقلب الين ما يختفي عندنا الدقيق. ما نكثر خلط، مجرد ما يختفي الدقيق خلاص. هذا الشكل. حاولوا انه يكون اتجاه واحد. هنا قسمت الخليط، أضيف له كاكاو باودر ملعقة كبيرة، نقلب. هذا الشكل. شايفين كيف؟ خلاص كذا جهز عندنا الخليط البني والخليط الأبيض. خذيت صينية دهنتها بالزيت والدقيق. راح أضيف أول شيء من الخليط الأبيض، هذا الشكل، أوقف وأضيف بعدها الخليط البني، هذا الشكل، وأوقف، ونفس الشيء الين ما تنتهي عندي الكمية. طبعا آخر مرحلة نسوي هذه الحركة. خلاص كذا ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. أهم شيء يكون مسبق التسخين
بإذن الله 45 دقيقة تكون جاهزة معنا. وما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين الكيكة كيف جهزت عندنا. شوية تخليها تبرد كذا وراح أقلبها معكم. خلينا نقلب مع بعض الكيكة هنا بعد ما بردت، شيء بسيط، ما بردت مرة بصراحة، لكن أراويكم إياها. شوفوا تبارك الرحمن، شوفوا ما شاء الله. شوفوا، خلينا أقطعها معاكم. أوريكم قطعة. شوفوا الكيكة تبارك الرحمن، شايفين كيف الهشاشة؟ المفروض تكون أبرد من كذا، لكن بشكل عام إذا كانت باردة ما راح تتقطع معكم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، هشة. شوف